السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة النجاح. كنتمنى تكونوا على خير وبخير. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا لو سين دان نومبر راسيونيل. ديجا انايا كنشوف هكا التلاميذ عندهم مشكل في لو سين او لا في الاشاره ديال واحد العدد. اون فوا كتخلط عليهم الاشارات في واحد العمليه صافي ما كيبقاوش عارفين كيفاش يحلوا. مثلا كتعطيهم ناقص 4 زائد 5 ناقص 2 زائد 3، ما كيبقاوش عارفين كيفاش يحلوا هاد العمليه، واش غتعطيهم ناقص واش غتعطيهم زائد. دونك اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نخدموا ايتاب باغ ايتاب ونتعرفوا مزيان على لو سين ديال واحد النومبر وكيفاش نتعاملوا معاه في واحد العمليه. غادي نبداو بالغيكل. شنو عندي هنايا؟ سوا a sur b est un nombre rationnel. ياك عندي انايا هاد الكسر هنا راه واحد النومبر راسيونيل. il قالك سي a et b شرط سي a et b sont de même signe. الا كان a و b عندهم لو ميم سين راه a sur b obligatoire غادي يكون بوزيتيف. يعني a الا كان عندها الزائد و b الا كان عندها الزائد راه a sur b غادي يكون عنده زائد، يعني يكون بوزيتيف ياك. ولكن الا كان عندها ناقص ا ناقص بي راه حتى هو ا سور بي غادي يكون بوزيتيف. صافي ندوزو للريغل الثانيه. شنو قلنا هنا؟ سي ا اي بي سون دو سين كونترير. ا اي بي عندهم واحد الاشارات اللي هي مختلفه، يعني متضاده، واحد عنده ناقص واحد فيهم عنده زائد. راه هذاك ا سور بي داك الكسر ا سور بي غادي يكون نيجاتيف اوبليغاتوار. نجيو نشوفو حنا في ليكزومبل. دابا حنا باش نقولوا على واحد الكسر واش بوزيتيف ولا نيجاتيف خصنا داك الاعداد اللي مكون منها الكسر نشوفوا كل وحده على حده ياكو. دابا هنا عندي ناقص 13 ياك، وعندي العدد الثاني هو ناقص 8. الا جينا نشوفوا راه عندهم نفس الاشاره ياكو، عندهم نفس الاشاره. شنو قالت لنا القاعده هنايا؟ اي بي الا كانت عندهم نفس الاشاره الوغ هاد الكسر كامل راه بوزيتيف. ها هو بوزيتيف. تقولوا لي رياضياتيا علاش بوزيتيف؟ شوفوا، عندي هنا الناقص وعندي هنا الناقص وعندي هنايا كسر. نقدر انا هاد الناقص نضرب عليه هكا بحال داكشي ديال الاختزال، راه من حقي نضرب عليه. حتى هو داكشي اللي كينطبق على الارقام ولا الاعداد في الكسور. يعني انا كنشوف واحد العدد الفوق نفسه كاين لتحت من حقي نضرب عليه، يعني كنختزل. وراه حتى الاشارات نقدر نختزل بهم. شوفوا هنا عندي الناقص الفوق وعندي الناقص لتحت، دوك راه كيختفيو هاد الاشارات هاد الكسر هذا كيولي بوزيتيف. فهمتوني؟ دابا غادي نشوفوا الكسر الثاني. قلنا دائما كنتخيطيو ولا كنتعاملوا مع كل رقم على حده عاد نقدروا نقولوا النتيجه على هاد المجموع هذا ولا على هاد الكسر هذا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. غنجيو نشوفوا 27 ها هي. شنو هي؟ بوزيتيف، عندها الزائد ما عندها والو. الحاجه الرقم فاش يكون ما عنده والو يعني راه بوزيتيف. هنا عندها ناقص يعني راها نيجاتيف. شنو قالت لنا القاعده؟ ا اي بي الا كانوا دو سين كونترير راه ا سور بي نيجاتيف. هنا لو سين عندهم كونترير، اشارات متضاده. شنو هما الاشارات المتضاده اللي عندنا في الرياضيات؟ راه عندنا الزائد والناقص. دونك هذا عنده الزائد هذا عنده الناقص، دونك هذا كامل راه نيجاتيف. فهمتوني؟ غنجيو نشوفوا اخر حاله. ناقص 13 على ناقص 5 ياكو. ناقص 13 راها نيجاتيف، 5 راها بوزيتيف ما عندها والو. دونك هاد هادي فين غتنطبق؟ اش من قاعده نطبق عليها من هاد الجوج؟ نطبق عليها هادي. علاش؟ لان هنا قالت او بي دو سين كونترير متضاده، دونك هادو عندهم اشارات متضاده، دونك هاد الكسر هذا كي غادي يكون نيجاتيف. نجيو نشوفو دابا بروبريتي الثانيه. قالت لك سوا ا سور بي est un nombre rationnel ou non. ناقص ا على بي راها نفسها ا على ناقص بي راها نفسها ناقص ا على بي ياكو. احتفظوا بهادي. ندوزو للثانيه. ناقص ا على ناقص بي راه كتساوي ليا ا على بي. كما قلنا هنايا ناقص 13 على ناقص 8 راه هي ناقص راها نفسها 13 على 8. علاش؟ لانه انا اختزلت ضربت على الناقص مع الناقص وبقات ليا زائد. فهمتوني؟ شوفوا، ناقص ا على بي راها كتساوي ليا ا على ناقص بي وكتساوي ليا الناقص على بي. شوفوا الناقص فاش يكون عندي في واحد الكسر راه نقدر نلعب به كيما بغيت. الا بغيت نحطو الفوق نحطو ماشي مشكل، بغيت نحطو لتحت نحطو ماشي مشكل،
بغيت نحطو مع الكسر هكا في الجنب ديال الكسر ماشي مشكل، فهمتوني؟ وهذه الثانيه هي قلنا كما هذه، ها نتوما ناقص اعلى ناقص بي، قالت لك راه كتساوي اعلى بي، ما كتلاحظوش ان هذه راها سالب وهنا راه عندنا اشاره موجبه العددين. دونك علاش؟ لان انا في الاصل راني ضربت على هذا الناقص وضربت على هذا الناقص وعطاتني هنايا اشاره ديال الزائد، صافي مابقى عندي لا ناقص لا والو. غنجيو نشوفوا واحد ليكزيرسيس. قالك غولي شاك نومبر ا سون اوبوزي، غادي تربط ليا كل رقم بالمضاد ديالو، بالضد ديالو، بالعدد اللي ضده، لوبوزي ديالو، المعاكس ديالو، فهمتوني؟ شي حاجه معاكسه شنو هي؟ انا نعطيكم مثال. ناقص 5 شنو هو المعاكس ديالها؟ هو 5. ناقص 5 سالبه. وشنو هو لو كونترير ولا العكس ديال واحد الناقص؟ شنو هو؟ هو الزائد. راه عندي جوج اشارات متضاده في الرياضيات، كاين الزائد والناقص فقط. يعني نقول لك انا الاشاره يعني يعطيني المضاد ديال واحد العدد، غتشوف لي غير شنو عنده داك العدد، واش عنده الناقص، ايوا انت في المضاد ديالو غتكتب الزائد تو سامبلومون. شوفوا، عندي ناقص 3 على ناقص على 7، هذا كامل واش سالب ولا موجب؟ هذا راه نيجاتيف. علاش؟ لانه ناقص 3 مع 7 عندهم واحد الاشاره عندهم اشارات متضاده، وحده عندها الناقص وحده الزائد، دونك غنطبق عليها القاعده الثانيه غتكون هذه نيجاتيف. مادام انه هذه نيجاتيف يعني انا خصني نقلب على واحد الكسر اللي يكون فيه 3 ويكون فيه 7 ولكن يكون بوزيتيف ماشي نيجاتيف. واش 3 على ناقص 7 بوزيتيف؟ لا. واش ناقص 7 على 4 بوزيتيف؟ لا. واش 3 على 7 بوزيتيف؟ ها نتوما 3 كاين لتحت 7 ولكن ما عندهاش ناقص بوزيتيف، دونك هذه ها هي المضاد ديالها، فهمتوني؟ هذه راه بوزيتيف ما عندهاش اشاره الناقص. نجيو ل7 على 4 نفس الشيء، هذه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بيان سور بوزيتيف، راها زائده هذه حيت ما عندها لا ناقص لا والو لا فوق لا لتحت. شنو قلنا دابا؟ هذه بوزيتيف يعني انا خصني نقلب 7 على 4 تكون نيجاتيف. من هي من هنايا اصلا فين عندنا 7 على 4؟ عندنا 7 على 4 الاولى ها هي، وعندنا 7 على 4 الثانيه. هذه الا لاحظتوا راها بوزيتيف راه نفس هذه، ولكن هذه نيجاتيف، دونك هذه هي المضاد ديالها اولا العكس ديالها اولا المقابل ديالها. غنجيو لناقص 3 على ناقص 7. ناقص 3 على ناقص 7 واش نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نشوفوا ناقص 3 مع ناقص 7 عندهم اشاره، عندهم نفس الاشاره، نفس الاشاره دونك بوزيتيف، دونك هذا بوزيتيف. انا خصني 3 على 7 اللي غنقلب عليه الجاي خص يكون نيجاتيف. غنشوف 3 على 7 اللي عندي هذه راه خداتها، هذه قالت لي هذه 3 على ناقص 7، واش هذه نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ هذه نيجاتيف لان عندهم اشارات متضاده، وانا اصلا كنقلب على النيجاتيف. هذه ها هي المقابل ديالها. بقات لينا اخر وحده ناقص 7 على 4 واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ صافي دابا خصكم تكونوا فهمتوا، هذه نيجاتيف. خصني انا نقلب على شي حاجه اللي تكون بوزيتيف، يعني ما فيها يا اما مثلا خصها تكون ناقص 7 على ناقص 4 او لا تكون 7 على 4، دونك هذه انا عندي نيجاتيف، هذه ها هي ديالها باينه 7 على 4 اللي هي بوزيتيف. ندوزو حاجه الثانيه، لا باردون ماشي هادي، ندوزو لهنا نشوفوا واحد ليكزيرسيس. قالك في هاد ليكزيرسيس sans les calculer donner le signe des nombres rationnels suivants. قالك بلا ما تحسبهم، يعني بلا ما تجيب كالكولاتريس ودير نتايا الناقص 11 على 4 وتشوف الناتج شنو غيعطيك، واش غيعطيك الناقص ولا الزائد، بلاش ما ديرش داك العمليه. انت غتشوف غير بعينيك وتقول لينا هاد الاعداد هادو واش راهم ناقص واش راهم بوزيتيف ولا نيجاتيف، تعطيني الاشاره ديالهم. غنطبقوا داكشي اللي طبقناه في ليكزيرسيس اللي شفنا قبيله. شوفوا، قلنا انه باش نقول انا هذا الكسر هذا واش نيجاتيف ولا بوزيتيف خصني نبقى نشوف كل عدد على حده. الا جينا نشوفوا العدد الفوق ناقص 11 والعدد التحتاني 4 راهم اشارات عندهم متضاده. الا كانوا الاعداد عندهم اشارات متضاده راه داك الكسر كنقولوا عليه نيجاتيف. هذا لقيناه نيجاتيف.
نجيو للحالة الثانية، ناقص 11 على ناقص 4 عندهم نفس الإشارة. ها نتوما ناقص 11 عندها 11 عندها الناقص، 4 عندها الناقص. دونك قلنا في القاعدة كتقول لينا إلا كانوا جوج الأعداد عندهم نفس الإشارة سواء ناقص ناقص أو زائد زائد راه داك الخارج أو داك الكسر راه بوزيتيف. ها هو عندي 11 على ناقص 4. عندي هنايا 11 راه عندها إشارة ديال الزائد، وعندي 4 عندها إشارة ديال ناقص، يعني عندهم إشارات متضادة. في هاد الحالة هادي شنو نقول؟ هاد الخارج ولا هاد الكسر هذا راه نيجاتيف. غنجيو للحالة ناقص 11 على 4. إلا لاحظتوا 11 على ناقص 4 واش هي ناقص 11 على 4؟ هي نفسها، راه كيما شفتوا في القاعدة الثانية فينا هي هادي الاشاره في واحد الكسر نقدر نلعب بها كيما بغيت، نحطها الفوق نحطها لتحت نحطها في الوسط. خص غير يكون ا و بي عندهم نفس القيمه، يعني نفس الاعداد. ناقص 11 على 4 عاوتاني 11 عندها الناقص، 4 عندها الزائد، هاد الكسر كي غيكون نيجاتيف. ناقص 6 على ناقص 3 عندهم اشارات عندهم نفس الاشاره، 6 عندها ناقص و3 عندها ناقص، دونك هاد الكسر كامل كي غيكون غادي يكون بوزيتيف. ناقص 5 على 3 5 عندها الناقص 3 عندها الزائد، دونك هاد المجموع هذا كي غيكون نيجاتيف. نجيو لاخر حاجه، عندنا ناقص 4 على ناقص 2. صافي دابا خصكم تكونوا عرفتوا كيفاش تجاوبوا. 4 عندها ناقص 2 عندها ناقص، دونك هادشي كامل كي غادي يكون بوزيتيف. نفس الاشاره راه كتعني بلي عندنا واحد الكسر اللي هو بوزيتيف. ندير واحد التذكير بسيط هكا على لي نومبر نيجاتيف. دابا حنا كنعرفوا الاعداد راهم كيبداو من الزيرو، 1 2 3 4 5 6. هاد الاعداد هادو كما حنا ديجا كنعرفوهم هما اعداد موجبه، وهما الاعداد اللي كنعرفو اعداد موجبه. قد ما كبر العدد قد ما بعد على الزيرو راه داك العدد كنسميوه عدد كبير. قد ما بعدنا من الزيرو داك الاعداد راه كتكون كبيره. مثلا الا جيتي تقارن 6 مع 2 شكون اللي كبر فيهم؟ راه 6، حيت 6 بعيده على زيرو ولكن 2 راه قريبه للزيرو. الا بغيتي تقارن 1 مع 2 شكون اللي كبير؟ 2. علاش؟ لان الواحد راه قريب من الزيرو، 2 راه ابعد من الزيرو. ولكن دابا غادي نشوفوا الاشاره، نشوفوا الاعداد السالبه ياكو. ها هما الاعداد السالبه فاش كنبداو من الزيرو حنا طالعين راه حنا في الاعداد الموجبه، ولكن تحت من الزيرو راه كاين عندنا ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 وحنا هابطين. دونك هذا ما غاديش تطبق عليها نفس الحاله ديال هنايا. مثلا الا بغيت ناخذ انا ناقص 4 مع ناقص 1 شكون هي الكبيره؟ غتقولوا لي ناقص 4. لا، اللي كبيره هي ناقص 1. علاش؟ لانها اقرب الى الزيرو. في الاعداد السالبه كلما قربنا من الزيرو راه العدد كيكبر. هانتي كلما قربنا من الزيرو العدد كيكبر ياكو. ولكن في الاعداد الموجبه كلما بعدنا من الزيرو العدد كيكبر. صافي فهمتوني؟ دابا ما يبقاش عندكم مشكل فاش نقولوا لكم مثلا ناقص 4 واش هي اكبر من ناقص 1؟ لا، ناقص 1 هي اللي كبيره من ناقص 4 حيت هي اقرب الى الصفر. صافي فهمتوني؟ ولكن في الاعداد الموجبه لا، قد ما بعدنا من الصفر راه قد ما كيكون العدد كبير. دابا غادي نشوفوا واحد عمليات بساط على كيفاش مثلا الا تخلطوا لي الناقص مع الزائد، واحد العمليات فيهم بزاف هكا النواقص وفيهم الزائد وفيهم الضرب، كيفاش انا غادي نتعامل معاهم. شوفوا عندي ناقص 5 في ناقص 2. دائما في عملية الضرب فاش كيكونوا عندي الأعداد بجوج بهم اللي غنضربهم في بعضياتهم عندهم نفس الإشارة نفس الإشارة راه داك الناتج غادي يكون موجب. ناقص 5 في ناقص 2 شنو غتعطيني؟ ضربوا لي 5 في 2 راها باينه هي 10. واش غادي تكون عندي ناقص 10؟ لا، غتكون عندي 10 فقط. قاعده الضرب الا كتضرب واحد العدد سالب في واحد العدد سالب دائما راه غيعطيك عدد موجب. صافي، ولا غضرب عدد موجب في عدد موجب اعطيك عدد موجب. صافي، نجيو لهنايا شوفوا عندي الناقص 4 ناقص 7 ناقص 2 زائد 5 زائد 3. شتي دابا هادشي عندي مخلط. كي غديروا؟ خصكم تجمعوا دائما، تستعملوا كالكولاتريس تجمعوا ناقص 4. الجمع راه واخا كيبان لك عندها ناقص، شوفوا الناقص مع الناقص مثلا ناقص 2 مع ناقص 3 مع ناقص 4 هنا راه غادي تطبق عمليه الجمع ماشي عمليه الطرح.
عملية الطرح فوقاش كتطبقها؟ منين يكون عندك ناقص واحد فقط ما بين جوج ديال الأعداد، فهمتوني؟ دونك شوفوا غنجيو نحسبوا هادي كي غنديروا لها، غنحطوا ناقص 4، نحطوا جميع الأعداد اللي عندهم نفس الإشارة حدا بعضياتهم، غنحطوا ناقص 2، غادي نحطوا ناقص 7، وعاد نعاودو نحطوا زائد 3 زائد 5، وغادي نشوفوا شحال كيساوي لينا هادشي. 4 مع 2 مع 7، شوف 3 ديال الأعداد عندهم نفس الإشارة. هنايا واش غديروا عملية الطرح؟ لا، غدير عملية الجمع، ولكن في الناتج شنو غيكون عندهم؟ غيكون عندهم ناقص كإشارة. شوف 4 زائد 2 4 5 6 6 زائد 7 13، واش غتكتب ليا 13؟ غتكتب ليا ناقص 13. هنا 5 زائد 3 شحال كتساوي ليا؟ 8، غتكتب ليا زائد 8 حيت هادو اصلا عندهم نفس الاشاره. صافي. فاش تجمع لكم 3 ديال الاعداد اولا جوج عندهم نفس الاشاره، يعني الناقص ناقص ولا الزائد زائد، راه يعني مباشره غدير عمليه الجمع، ولكن غتحط الاشاره ديال داكشي اللي عندك. هنايا انا درت عمليه الجمع ولكن حطيت الاشاره ناقص لان هادشي انا عندي فيه النواقص. هنايا 5 زائد 3 درت الجمع، وشنو حطيت زائد لان هادشي عنده غير الزائد. صافي. دابا 13 غادي نقصوا منها 8. شوفوا 13 هنا شنو عندك؟ عندي عمليه ناقص، وهنا عندي ناقص وهنا زائد. هاد العمليه هادي شنو غيكون فيها؟ غادي يكون فيها عمليه طرح، حيت علاش؟ عندي واحد الناقص، دونك تكون عندي عمليه طرح اوبليج. غندير عمليه طرح عادي، غندير هنا تساوي 13 ناقص 8 شحال كتساوي ليا؟ كتساوي ليا 5. واش انا غنكتب هنا 5؟ لا، غادي نكتب ناقص 5. غتقولوا لي علاش ناقص 5؟ علاش؟ لانه هنايا عندي العدد الكبير هو اللي عنده اشاره ديال الناقص، دونك انا اوبليجي في الناتج غيكون عندي الناقص. فهمتوني؟ شوفوا كنظن انه هاد العمليات غادي نخليهم الفيديو بوحديتو لان فيهم الخدمه شويه، وباش ما نزيدش نطول في الفيديو ديجا راه فيه 17 دقيقه. صافي غادي نخليهم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا باي باي حتى الفيديو الجاي.